السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده ان شاء الله هنكلمكم عن فيديو جديد من سلسلة فيديوهات ازاي تحسب مقاس اي مرتبة بسهولة جدا بدون ما تسأل اي حد بطريقة المتر المربع. النهارده هنكلمكم عن موديل من اشهر موديلات شركة يانسن ومن اكثرهم مبيعا، وهو موديل بوكيت سوست منفصلة. ان البوكيت سوست منفصلة ارتفاعين 27 سم و30 سم، لكن النهارده هنتكلم على موديل 27 سم. موديل بوكيت من وجهة نظري الشخصية هو موديل شبه مثالي، محتاج فيه كل حاجة ممكن تحتاجها في مرتبة. سوست منفصلة، طبقة قطن واسفنج من الجهتين، والقماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات. طبعا اللي بيحبوا طبقة القطن موجود طبقة قطن، اللي بيحبوا السوست المنفصلة برضو موجودة سوست منفصلة. المرتبة احساسها ميديم سوفت، تعمل على الوجهين. الحقيقة مرتبة ممتازة جدا، وتعتبر زي ما قلنا فيها كل حاجة. اللي عايز سوست منفصلة هيلاقي، اللي عايز طبقة قطن هيلاقي، القماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات، القماش شيك جدا. الحقيقه مرتبه مثاليه جدا. طبعا فيها ميزه السوسته المنفصله اللي احنا زي ما احنا عارفين، فيها مستوى عزل عن الشخص اللي نايم جنبك او الشخص الاخر. مع الحركات الجانبيه حضرتك ما بتحسش بيه او بتخلي الاحساس بيه اقل ما يمكن. دي ميزه السوسته المنفصله. مرتبه طبعا تقدر تاخدها للمقاسات الكبيره براحتك جدا، ولو عايزه كمان تاخد المقاسات الصغيره ما فيش مشكله، لكن هي انسب للمقاسات الكبيره. بطريقه حساب المتر مربع حضرتك بتاريخ باخر اسعار صدرت، او باخر قائمه اسعار صدرت لشركه يانسن بتاريخ 3/11/2022. بسهوله جدا حضرتك تقدر تحسب اي مقاس بطريقه المتر المربع، عن طريق انك تجيب حاصل ضرب العرض في الطول في سعر المتر المربع العادي للمقاسات العاديه والخاص للمقاسات الخاصه، بيدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي. لان سعر المرتبه النهائي التقريبي لان ممكن يزيد 10 جنيه او يقل 10 جنيه، لكن في كل الاحوال هيطلع يعتبر ده السعر النهائي. جميل. طيب، ما هي المقاسات العاديه وما هي المقاسات الخاصه؟ المقاسات العاديه اللي بتحسب بسعر المتر المربع العادي بدون زياده، والمقاسات الخاصه اللي بتحسب بزياده شويه، سعر المتر المربع فيها بيزيد شويه لان بيتبذل فيها مجهود اكتر وبيضيع فيها وقت، وبالتالي سعر المتر المربع فيها بيزيد. هنبدا مع بعض الاول بالمقاسات العاديه خالص، اللي بتتحسب بسعر المتر المربع العادي اللي هو بدون اي زياده. طبعا بيبقى عرض المرتبه في طول المرتبه. العروض المتعارف عليها بتبقى 90 سم، متر، 120، 140، 150، 160، 170، 180، مترين. والطول المتعارف عليه مترين و195 و190. لكن خد بال حضرتك انك وانت بتحسب، اما تيجي تحط في خانه العرض هتحط في كل الحالات مترين، سواء العرض عندك الطول عندك 190 او 195 او مترين، في كل الحالات هكتب مترين عشان الناتج يطلع مع حضرتك مظبوط. طيب هنفترض مع بعض ان المقاس عندي، مقاس عرض المرتبه عندي كفادي شخصيا، انا عايزه يبقى 120. انا عندي المرتبه 120 سم، عايز اعرف سعرها كام. لكن حضرتك انا بفترض بس ان ده مقاس مرتبتي، لكن حضرتك تقدر تستبدل 120 سم باي من المقاسات العاديه المتعارف عليها اللي انا شرحتها لحضراتكم قبل كده. وانا دلوقتي هحسب مقاس 120 سم لموديل بوكيت ارتفاع 27 سم. بسهوله جدا هجيب حاصل ضرب العرض اللي هو في حالتي 120 سم في الطول اللي هنثبته مترين في سعر المتر مربع هنا العادي، طبعا لان ال 120 سم من المقاسات العاديه اللي هو في حاله موديل بوكيت 27 سم يبقى 2296، يدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي اللي هو 5510. بسهوله جدا زي ما قلت لحضراتكم نقدر نحسب اي مقاس عادي لموديل بوكيت 27. طيب، لو المقاس عندي خاص، يعني ايه المقاس خاص؟ يعني المقاس مختلف عن المقاسات اللي قلتها لحضراتكم قبل كده. يعني مثلا عرض المرتبه عندي مقاس غريب زي 165، او عرض المرتبه مثلا 175، او عرضها 123، وما الى ذلك وما شابه ذلك. وبالتالي في حالتي دي انا هفترض ان المقاس عندي او عرض المرتبه عندي المقاس الخاص لموديل بوكيت 27، انا عايز اعرف سعره 165. برضه ده في حالتي، حضرتك تقدر تستبدل 165 باي من المقاسات الخاصه الغريبه. هجيب حاصل ضرب 165 سم اللي هو العرض في حالتي، في مترين طول، في سعر متر مربع هنا سعر المتر مربع المخصوص ان ال 160 سم 165 سم مقاس خاص اللي هو ب 2525، يدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي بسهوله جدا. طبعا كده برضو تقدر تحسب اي مقاس خاص بسهوله لموديل بوكيت 27 سم. لو المرتبه عند حضرتك فارمه، او المرتبه دائره، او شكلها غريب، بسهوله جدا تقدر تتواصل معانا. هنكتب لحضراتكم في اخر الفيديو ارقام للتواصل وكمان صفحتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. نتمنى من حضراتكم دائما
انك تدعمونا بلايك وفولو وسبسكرايب على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك، ان احنا جدا محتاجين جدا دعمكم، لان معظم الناس اللي بتشوفنا مش عاملين لا لايك ولا سبسكرايب، وبالتالي احنا محتاجين الدعم ده. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا، السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.